جيت جايب سلك المشترك ولفيته على رقبته يا سعادة البيه، وربنا قوانا عليه علشان كان عايز يغتصبني ويقل مني. تابعوا الحكاية معانا. بسم الله الرحمن الرحيم، عليه نتوكل وبه نستعين. صلوا على النبي الهادي الكريم. مشاهدي الكرام، نحبكم في الله. حلقة جديدة من برنامج الحكاية وما فيها، البرنامج اللي من خلاله بنناقش أغرب وأخطر القضايا والجرائم والحوادث. هنا أحداث هذه الحلقة جرت بمحافظة بني سويف. محامي اسمه محمد عنده 71 سنة، يعني شعره شاب وبلغ من العمر عتية، أرذل العمر كما يقولون. وصدكم النبي عليه الصلاة والسلام قال: أعمار أمتي ما بين 60 و70، واللي زيد عن كده يبقى دي وهبة من ربنا عز وجل. في اليوم ده جات لي المحامي واحدة اسمها نوال، عمرها من 35 ل37 سنة، في العقد الثالث من العمر، عندها 3 أطفال. طبعا لما راحت للمحامي، المحامي قال لها: طب أخلص شغل، استناني في الأوضة اللي جنب مني دي. هنا بتحكي بقى الست نوال وبتسرد القصة لما ارتكبت الجريمة اللي هنقول لكم عليها دي بعد ما تصلوا على رسول الله. المحامي طبعا خلص شغلته، وكان الست دي متعودة بتقول: أنا كنت متعود إن المحامي ده بيعمل أعمال خير، يديني مثلا 100 جنيه، 50 جنيه، 200 جنيه، وبرضه الناس الفقراء يقول ادي وصلي لهم، كله لله. هي الست دي نوال ساكنة في مدينة بني سويف الجديدة، لكن مكتب المحامي في مدينة بني سويف القديمة، دي كشرق النيل. هنا يبدأ بقى القصة والحكاية، بتبدأ القصة والحكاية أو بنبدأ القصة والحكاية. خلص المحامي شغله وقال لها: تعالي غير هنا. واتفاجأت الست إنه بغتها واعتدى عليها جنسيا. لما اعتدى عليها أو حاول يعتدي عليها جنسيا على حد زعم روايته، احنا ما شفناش حاجة، مسكت سلك المشترك ولفته على رقبته بعد ما ربنا قدرها عليه وموته. يبقى لما موته تعملها، لقيت كبريتة جت مولعة في المكتب، لقيت جاك كده معلق ولعت في المكتب، أو كانت سكبت بنزين أو حاجة، وقالت: يا فقير. هنا طبعا الحريق يشتغل، الشرطة جت، قوات الدفاع المدني، الضباط، طبعا البحث الجنائي والأدلة الجنائية كله حضر. لقي المحامي جثته متفحمة ومشوهة، نقلوه على المستشفى لحين توقيع الكشف الطبي عليه والطبيب الشرعي عشان الصفة التشريحية. راجعوا كاميرات المراقبة، سألوا الأهالي قالوا كان فيه ولي هنا أو ست أربعينية بتتردد عند هذا المحامي. بكاميرات المراقبة عرفوا يجيبوا الست دي ويوصلوا لها، راحوا قبضوا عليها من شرق النيل ببني سويف. جريمة هزت الرأي العام. جابوا الست: يا ست، ايه حكايتك؟ قالت: ما اعرفش ولا شفت. طب بص كده كاميرات المراقبة دي. لقيت نفسها اعترفت، قالت: والله انا المحامي ده كان بيديني فلوس لله، فجيت في اليوم ده رحت له عشان الشقة اللي انا واخدها ايجارها غالي، وقلت له انا عايزة شقة تكون ايجارها رخيصة شوي يا سيادة المحامي، لكن انت عارف ان انا ظروفي معيش فلوس وبصرف على عيالي ال3 وبساعد مع بيتهم. قال لها: ماشي، اخلص بس شغل والناس اللي معايا دي اللي هم العملاء بتاعتي، وبعدين يحل ربنا. بالفعل قعدت لحد ما خلص، وهناك جت الساعة 3 ولا 2:30، وندم عليا بقى، قال لي: تعالي. واتفاجئت واحنا بنتكلم مع بعضينا انه بدأ يمد ايده عليا وعايز يعتدي عليا جنسيا. يبقى ربنا قدرنا عليه، ده هي اللي بتقول كده، لحد شافها ولا احنا شفناها ولا احنا شفناها. ربنا قدرها عليه، بتقول ربنا قدرنا عليه. خنقته بسلك لحد فضلت اخنق فيه واكتم في نفسه لحد ما موته. وبعدين اعملها قلت: انا كده ولية عندي، هي بتحكي المباحث والنيابة العامة، ده انا عايز كده عندي عيال بربي فيهم وما اقدرش السجن. لقيت جاكيت، جيت مولع في الجاكيت، وجيت اول ما الجاكيت بدأ يولع فيه قلت عشان اخفي معلم الجريمة جيت نازلة وماشية، علشان دافعت عن شرف يا سعادة البي، عشان بيشتغل ظروف يا سعادة البي، عشان ما انا فقيرة عايز يضحك عليا ويقل مني ويضيع شرف يا سعادة البي ومشيني في الحرام.
هنا طبعا اعترافات تفصيلية مثلت الجريمة، يعني الجريمة مثلت ومشاهد تصويرية للجريمة، وأمرت النيابة العامة في ذلك الوقت بتصريح الدفع. خدت 4 في 15 استمرار إحالة الجلسة. القضية دي ما كملش يعني بضعة شهور، لحد وقتنا هذا لسه ما اتبسش في حكمها. لكن الجريمة فيها لغز، لحد شافها ولا الكلام ده كليته. طب ما يمكن هي الست دي مثلا كانت رايحة انها تعمل حاجة غير كده، ولما عملت كده. طب ولما انت يا ستي الكل، يا ست نوال انت، لما انت مثلا كان هيعتدي عليك جنسيا مثلا يعني، قال لي خليكي انت خنقتيه وموتيه، بتولع في وجود سلام. انت لو رحت النيابة ولا المباحث قلت الراجل ده كان هيعتدي عليا جنسيا وانا موته، كان القاضي هيلتمس لك العذر ويديك سجن مخفف. ولو روايتك صح هو كان عايز يعتدي عليك جنسيا، برضه هتاخد حكم مغلظ، لانك انت مثلت بالجثة وحرقتيها. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن حرق حتى النمل، لانه لا يعذب بالنار الا صاحب النار وخالقها، حاشا لله. لما انت تولعي في المكتب كله والراجل يتحرق المحامي، هي دلوقتي منتظرة الحكم اللي عليها. اكتبوا لنا في التعليقات تستحق حكم قد ايه الست نوال دي. طبعا المحامي اللي عنده 70 سنة تقول لك كان عايز يعتدي عليها جنسيا. طب يا ست الكل، يلا هو يودع برضه سره في أضعف خلقه، لأن دي قدرات عند ربنا، الله أعلم بصدق روايتها من كذبة. عامة يعني التحريات ما زالت شغالة حتى الآن لحين الفصل في القضية. أول ما يتم الفصل في القضية والحكم فيها إن شاء الله يعني نذيع لكم حلقة، لأن دي جريمة خطيرة جدا. إن كان على روايتها دي جريمة خطيرة جدا، إن حد يستغل حد وكانت بتكذب أمرها على الله، كل حاجة هتبان وتظهر. والقاضي كده كده بيحكم على التحريات، وبعد التحريات طبعا والصفة التشريحية وتقرير الطب الشرعي بيحكم على ما يمليه عليه ضميره من قوانين. لأن لولا الردح كانت بقت غابة، كان اللي طول التاني يموته، كان اللي طول التاني يموته. هنا السادة المشاهدين يعني القضية دي لما أبص من نواحيها وأركانها تقول قلع للغاب ده، القتل والحريق، الحاجات دي كلها طبعا بتبقى حاجات نادرة، لكن بنحب ننوه عليها عشان يرتدع الغير. الجريمة أي حد يكون ذكي ويظن إنه هيفلت من العقاب بتاعها لابد إنه يقع، يعيش المعلم ولا يتعلم كما يقولون. ما تفكروش إن الجريمة لازم تسيب وراك خيط، يعني لازم يمكن 1 في المليون اللي بيعمل جريمة وينفد منها. شوف 1 في المليون اللي يعمل جريمة وينفد منها. لذلك الإنسان يحكم عقله سواء ست أو رجل من مثل ارتكاب هذه الجرائم الشنيعة، لأن عاقبتها وخيمة. النهاردة اليوم في السجن ولا سنة في السجن يساوي ما يساوي، يساوي ما يساوي. كل واحد عنده عيال وعنده ولاد. طب لما تسجن اللي يصرف على ولادك مين؟ محدش النهاردة بينفع حد، النفع ربنا، النفع ربنا يا ولاد. دمتم في أمان الله.